لا لا خدمه ولا غساله اوتوماتيك، انا بذاتي انا بقص البصله بعمل طبوله وانا بعك على ايدي ما بين الشيء. نحن موجودين بضاعة كفر بعال مكان تصوير كليب جديد للفنانة باسكال مشعلاني للأغنية الرومانسية الرائعة أنا لما شفتك، والتعاون للمرة الثانية مع باسم مغنية. كيف الأجواء؟ منتابع سوا. زال اقف اقف طلع فيه. أنا لما شفتك كتير الفانز والناس وكتير كان بمصر أو بلبنان أو وين ما كان أو واحد منهم أنت كتير ناس من عشاق لهالغنية الكلاسيك، فوعدت وصورها واليوم نحن عم نصورها اللي هي كلام إيهاب عبده والألحان تامر عاشور توزيع ملحم أوشتي. طلي بنت لبنانية من الجبل من الضيعة بسيطة بتحلم بفارس أحلامها وفجأة بيطل بهال الجرد بينزل عليها، واكيد هو بيكون هربان من الناس اللي لاحقينه الجيش، وبتدير القصة الحب بينه وبينه. هالقصة اللي كل بنت بتحلم انه يطل فارس احلامها ان كان على خيل او من جرد او من تحت شجرة او من اي مطرح. رجعلي النوم وارحمني من عذابي عطول على بالي ترجعلي هيك بتحكي ونصراتك اللي فيها وغمرات جنونك ترجع لي من جديد عم بيمضى الوقت فنان خلصت. صار رزق كثير عم يتعذب بالكليب، بالكليب الماضي كان الباد جارد اللي قتلوه وهون كمان عم بياكل قتل وشو القصه؟ لانه الرومانسيه والحب بده تضحيه، فهو بده يضحي كرمال حبي مش قليل ولا حبه ولا حبتين، خليه يضحي طارق بسبيل الجيش يلحقوا يتقوس كرمالي، كل مره في تحضير لشيء، الحب لازم يكون في عذاب والا ما انه حلو. بدك حلو اي بروفايل حلو؟ هيدا الحلو. انت فرجيني؟ ايه انت عندك كده امله من هون كل واحد اذا عينكم مش انا بس. يحيى العدل. الستوري بورد بتحكي عن حقبه زمنيه معينه فمضطر العبها بهيك لوكيشن بين 1910 و 1920. ما عم بحكي عن لبنان بالذات، عم بحكي عن الواقع العربي بشكل عام. قصة الثوار والناس اللي كانوا يحكموا البلد اللي هن ضد البلد، فهذا اللوكيشن هو يعني بيحكي هذاك العصر، فلذلك كان اختياري هذا اللوكيشن. انا وقادر طلعت. شفتيه؟ ايه اعملي اوكي خذي وقتك كله لك هذا. اوكي ما بتعب، ما في عندها ولا مشكله بوجهها الحمد لله، يعني وجهها كثير حلو وكثير مرتب من ناحيه الاضاءه تتركها وجهها. هذا عم يساعدنا نعجل اكثر بالشغل معها، وما هيك فنانه هيك شخص هالقد كامل على الكاميرا انا برايي ما بتتعب معه، يعني بتعمل قصص وبتاخذ عم تشوفه قدامك بشكل كثير حلو على رأيي. لا سريعة ما بتصبر. اكشن. اوكي. حبيت اول شيء حبيت الدور لانه بالمجمل اذا ما عشته للدور ما بتقدر تعطي، واللي مبين اني عم بقدر اعطي مثل ما لازم. الجزء اللي هو اكثر انه عم نشتغل على انه يكون في نقله قويه بشكلي انا كمان لحتى اكون ضمن المعقول، بس بعد قد ما غيرت شكلي بعدني طارق بالنتيجه، وقد ما رجعت بالايام لورا بعدنا بالواقع. انت عم تجسد شخصيه معينه وقد ايه انت قادر تلعب فيها، هو بيكون قوته للعارض الازياء، اذا كنا عم نحكي عن عارضين الازياء. يعني بالنسبه للتمثيل بتمنى، بس صراحه بعد ما نعرض الدور يلي بيكمل يمكن جزء من شخصيتي انا. عليهم والله عليهم، ما بيسمع كلمه عليهم. بدك ظهرنا من الاستوديو عم نجرب نغير، ايه لاحقه باسكال من مطرح لمطرح وعم بصورها، وطبيعه بتساعد لانه المناخ كثير حلو والطقس حلو، بيطلع معنا اشياء. هي باسكال يعني سبحان الله بلا ميك اب حلوه،
وبتعرف عمليات ما في عمليات ابدا. أرضك هون بلدك هون وهون اللي حبيته هون. أنا بحب كثير الأرض، يعني أنا لما مشت الدنيا بحب انكش الأرض هيك بهالطريقة لشم ريحة الأرض، أنا بموت بريحة التراب. ايدك خضراء مثل ما بيقولوا. بفتكر إيدي خضرا إن شاء الله. تتخيلي حالك بدون التطور والتكنولوجيا وتغسلي بدون غسالة فول اوتوماتيك؟ يا ريت. إيه إذا بترجعني أقعد بالضيعة انكش وازرع ونام بكير وقوم بكير. حلو الضيعه وحلو البساطه وحلو العفويه. نحن محتاجين صرنا للبساطه وللحب وللمحبه، لانه كل شيء عفوي وطبيعي وبتلمس الطبيعه فيه والهدوء والروقان. خرير الشجر اللي بيقطع في رنه موسيقى. بعد انا لما شفتك بعد اي اغنيه هيك بدنا ندلع ونصورها. في غنيه رائعه جدا ما في يقول عنها، مش من الالبوم الجديد كثير، حتكون مني هديه من الله، لا كمان بعد شي شهر رح يتم تصويرها. لبنانيه اح خليها لوقتها. وديو وين صرنا في تأجل تم؟ وديو تأجل لفترة تقريبا شي يعني أواخر الصيفية أو نص الصيفية، رح ينشغل بس يتأخر لآخر الصيفية. نفس المطرب أم غيره؟ لا غير. حفلات شو عندنا؟ خلينا نحكي لحال، خلينا نصور ونعمل مرة ثانية. أوكي؟ ثانك يو عماد. باي. أكيد كثير منكم